السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم مبرمجين عاملين ايه؟ انا يوسف صبري واهلا وسهلا بيكم في اول فيديو من قناة يوسف كود. طيب يا شباب، النهارده هنتكلم عن كذا موضوع. اول حاجة عن ايه هي البرمجة اصلا، عن ازاي اتعلم برمجة، عن ايه المجالات بتاعة البرمجة، عن الموظفين ومرتبات الموظفين بتوع البرمجة. كل ده هنعرفه. لسه كمان هنتكلم عن مواضيع كتير تانية، فمش عايز اقولها لك كلها في اول فيديو، وكمان في اخر فيديو كده هنعمل كود بسيط انا وانت كده، فما اطولش عليك ويلا بينا. طيب يا شباب يلا بينا. اولا كده ايه هي البرمجه؟ البرمجه دي عباره عن ان انت بتكلم الكمبيوتر بلغته اللي هو بيفهمها، اللي هي ايه؟ البرمجه والاكواد. طيب انت مثلا عايز الكمبيوتر يقوم يفتح الباب مثلا، فبالتالي لو قلت له قوم افتح الباب مش هينفذ الحاجه بالظبط، لا هتقول له قوم اتحرك، امشي خطوتين، افتح الباب، ارجع مكانك، اقعد. فاهم؟ فهو كده. ده هي البرمجه عامه، انت بتكلم الكمبيوتر باللغه اللي هو بيفهمها. الهدف منها ايه؟ ان انت بقى تحل مشكله، تنفذ مهمه، تعمل موقع، الحاجات دي. طيب الكمبيوتر بقى مش بيفهم لغتنا العاديه، الانجليزي والالماني والكلام ده، لا هو بيفهم ايه؟ لغات برمجه مخصصه زي بايثون، HTML، جافا سكريبت، هو بيفهم الحاجات دي. طيب والمبرمج ده هو الشخص اللي بيقول له الحاجه اللي هو يعملها دي. كده احنا فهمنا ايه هي البرمجه. مجالات البرمجه هم ايه بقى؟ ركز معايا. مجالات البرمجه هم 6 مجالات. اول مجال هو تطوير الويب او اللي هو الويب ديفلوبمنت، زي مثلا انت تعمل موقع. عارف اي موقع على جوجل انت بتدخله ده يعتبر ويب ديفلوبمنت، هو عامله ويب ديفلوبر. بس زي مثلا الفيسبوك لما تدخله من جوجل، اي موقع تاني في جوجل، اي موقع دراسي، اي منصه، كل ده تحت بند التطوير الويب. طيب تطوير تطبيقات الموبايل اللي هي الموبايل ابلكيشنز، زي ايه؟ زي اي لعبه بتنزلها على التليفون، دي برضو اذا كان اندرويد او iOS، فده تحت مجال تطوير تطبيقات الموبايل. وفي برضو عندنا الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وعندنا الامن المعلومات، بس ده مش ملوش علاقه بالشركات، اكبر له علاقه بالدول والمعلومات بتاعتها وكده وحمايتها. وفي تطوير الالعاب، وده طبعا عارفينه. والانظمه والبرمجيات اللي هي ايه؟ زي الويندوز، زي لينكس، زي ماك، الحاجات دي. طيب يلا بينا بقى ندخل. احنا كده عرفنا ايه هي البرمجه، ندخل بقى اللي هو ليه اتعلم برمجه اصلا، ليه اتعب نفسي وادخل واعمل وكل ده ليه يعني. طيب علشان 5 اسباب. اول حاجه فرص الشغل كتير جدا مطلوبه، ان انت بسهوله جدا تقدر تلاقي شغل، في شغل كتير جدا في شركات كتير، والمجال ده هيكبر قوي مع المستقبل. وفي كمان رواتب عاليه مقارنه بمجالات تانية. اذا كان بقى اي مجال تاني، هو البرمجه تصدر مركز كويس قوي من حيث المجالات عالميا. وكمان تقدر تشتغل فريلانسر من اي مكان، لو حتى لو ما لقيتش شغل في شركه، بس ده نادرا يعني، تقدر تشتغل فريلانسر على مواقع عن من البيت عندك. بس اما مهنه مثلا زي الطب مش هتقدر تشتغل منها فريلانسر. وكمان بتعلمك حل المشكلات والتفكير المنطقي، ان انت تفكر منطقيه اكتر. وكمان مجال متجدد مستقبلي، اللي هو ايه؟ مجال تقدر بعدين بيتجدد مع المستقبل، اللي هو ايه؟ بتحصل تحديثات اكتر، فبالتالي بيحتاجوا مبرمجين عشان يعملوها. فاهم؟ فاللي هو ايه؟ مجال بيتطور مع المستقبل، وفي المستقبل هيكبر اكتر واكتر. طيب ندخل بقى لوظائف ومرتبات المبرمجين. مبدئيا كده اغلب الارقام دي حاجات متوسطه، والارقام اللي انت هتبدا بيها، يعني بعدين بتتطور بقى وبتبقى من جونيور لسينيور، بعدها الخبير، فبعدين المرتبات دي بتتطور اكتر. بس عندك تطوير الويب بتبدا ب 8000 جنيه، وتطبيقات الموبايل 9000 جنيه، الذكاء الاصطناعي 13000 جنيه، علوم بيانات 15، الامن السيبراني 19000 جنيه. 19000 جنيه ده يعتبر مرتب كويس قوي. الكلام ده جوه مصر، وكمان ده تبع الوظيفه الشركه بس. اما بعدين تقدر تشتغل فريلانسر لوحدك وتنمي مواهبك اكتر يعني، وتجمع فلوس اكتر، يبقى ليك دخل اضافي. ممكن تشتغل في شركه تانية مثلا بارت تايم. فدي عامه وظائف ومرتبات المبرمجين. طيب ازاي بقى تبدا تتعلم برمجه؟ بص، اول حاجه حدد هدفك. بص دلوقتي احنا اتكلمنا عن 6 المجالات بتوع البرمجه، اللي هم الويب والموبايل والداتا والاي اي والالعاب والسيستم سوفت ويرز. طيب انت تحدد هدفك، عايز تدخل انهي مجال في البدايه. اطلع على كل هدف، بص عليه، ببص على كل مجال كده، شوف مميزاته وعيوبه، الحاجات دي. بس عامه اكبر مجال منتشر هو مجال الويب. اول حاجه زي ما قلنا تحدد هدفك. تاني حاجه تبدا بلغه برمجه سهله.
اسهل لغه برمجه تقدر تبدا بيها بايثون، ومفيش مبرمج ما بداش ببايثون، ده لازم اي مبرمج بيبدا ببايثون او جافا سكريبت برضه. تالت حاجه اتعلم الاساسيات زي او بي، فانكشنز، لوبز، فاريبلز في كل لغه، وكل ده طبعا ممكن انت ما تكونش فاهمه دلوقتي لو انت لسه اول مره تتعلم برمجه، بس بعدين هتفهمه يعني. رابع حاجه بقى استعمل مصادر مجانيه. في عندك اليوتيوب، عندك موقع اسمه فري كود كامب تقدر تستعمله، عندك موقع تاني اسمه W3 سكولز، موقع كويس جدا بيقدم كورسات كويسه جدا في مجال البرمجه. اللي هو قصدي ايه من الحته دي، ان انت ما تروحش مثلا تشترك في كورس ب 12000 جنيه في الشهر، اللي هو ليه؟ طب ما في يعني حاجات كتير، مصادر كتير مجانيه تقدر تتعلم منها. خامس حاجه بقى اعمل مشاريع صغيره كل يوم. اللي هو البرمجه محتاجه ممارسه، انت تحتاج تعملها زي اللغه كده، محتاج ان انت تمارسها عشان تتعلمها، مش مجرد نظري كده شويه حاجات هتكتبها وخلاص، فاهم؟ وكمان مارسها كل يوم. لو كانت البرمجه لمده شهر مثلا او حاجه زي كده، كده هتضيع حرفيا. طيب ندخل بقى على ايه هي الادوات اللي محتاجها عشان اتعلم برمجه. بص، مش محتاج بقى ادوات كتير، هما 5 حاجات. اول حاجه جهاز كمبيوتر كويس، مش كمبيوتر جامد، لا هو كمبيوتر خفيف متوسط او اقل من المتوسط كمان، مثلا الرامات بتاعته تبقى 4 جيجا، مثلا 4 جيجا ده اقل حاجه في الكمبيوتر. ومثلا المعالج بتاعه يبقى كور اي 3 او اكتر، هيبقى كويس. ومحتاج نت كويس برضه، نت بسيط كده. وبرامج لكتابه الكود اي دي ايز وتكست اديتورز زي مثلا فيجوال ستوديو كود. ورابع حاجه منصات تعليميه تتعلم منها اللي احنا قلناها، ومجتمعات تساعدك. يعني ايه مجتمعات تساعدك؟ اللي هو مثلا ادخل جروبات على ديسكورد، ادخل بتاع ده، اتكلم مع ناس على جيت هاب، كل ده هيساعدك. اللي هو حط نفسك في المجتمع البرمجي، فاهم؟ طيب مده احتراف البرمجه بقى قد ايه؟ انت غالبا كده هتحتاج من 3 ل 6 شهور عشان تفهم الاساسيات واول مشاريع صغيره وكده، ومن 6 ل 12 شهر عشان تبقى مستواك مستوى متوسط، وفي الوقت ده تقدر تبتدي تشتغل فريلانسر. من سنه بقى لسنتين، في الوقت ده انت هتحترف. ده طبعا انت لو استمريت كل ده على طول ما قطعتش، بس تقدر تشتغل شغل فعلي وتبقى جاهز لسوق العمل. طيب حابب اقول لك ان المده دي مش مده ثابته، لا دي حاجه متوسطه تقريبا يعني، والمده بتعتمد عليك انت، عدد الساعات اللي بتذاكرها في اليوم، انت بتستمر في المذاكره ولا لا، بتذاكر كل يوم ولا لا كده. واقول لك حاجه كمان، البرمجه مش محتاجه شخص عبقري في الرياضه وعبقري في الكمبيوتر، لا البرمجه محتاجه بس واحد منتظم وبيطبق عملي. ولو انتظمت وبتطبق عملي حتى لو كان قد ايه نسبه ذكائك، اضمن لك انت هتوصل لحاجه كويسه وهتوصل اللي انت عايزه. طيب يلا بينا بقى هنكتب معانا اول كود برمجه اللي هو هالو وورلد، وده هنكتبه في فيجوال ستوديو كود. بص، اول حاجه عشان تعمل فايل هتدوس هنا، هتدوس نيو فايل، هتسميه بقى ايه؟ نسميه مثلا هالو دوت بي واي. دوت بي واي اللي هو الامتداد بتاع بايثون. بس هنكتب ايه؟ هنكتب برنت هالو وورلد. ده اي مبرمج بدأ بالكود ده عامة يعني. بس بعدها هتشغله هنا، هتسيبك من الكلام ده كله. هتعمل ايه بقى؟ تحت تكتب بايثون عشان تشغل الفايل ده يعني، بس هتكتب اسم الفايل اللي هو ايه؟ هالو دوت بي واي. تكتب كده وكده طبع علينا هالو وورلد اهو. وكده بقى تقدر ايه، ده اعتبره بداية ليك. انت تقدر بعدين تكتب اكواد كبيرة، الصفحة دي حرفيا تقدر تملاها كده كلها. فيلا نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا وبس كده. وده كان فيديو بتاعنا النهارده. هنقول دلوقتي بسرعه ايه اللي اتعلمناه النهارده. اتعلمنا ايه هي البرمجه وليه مهمه، وكمان عرفنا ايه هي مجالات البرمجه المختلفه اللي هم ال6 مجالات اللي قلنا عليهم، وعرفنا برضو ليه اتعلم برمجه وايه فايده انها اتعلم برمجه ومميزاتها ايه. وعرفنا كمان الوظائف والمرتبات المتاحه للمبرمجين جوه مصر. بره مصر يبقى موضوع تاني خالص. خامس حاجه ازاي تقدر تتعلم برمجه خطوه بخطوه، وعرفنا ايه هي الادوات اللي محتاج تستخدمها والبرامج اللي هتحتاجها. سابع حاجه الوقت المطلوب عشان توصل للاحتراف، يعني محتاج قد ايه وقت عشان تحترف البرمجه، وده عرفناه. وكمان جربنا اول كود عملي اللي هو هالو وورلد، كود بسيط كده مش اللي هو حاجه معقده.
طيب في الاخر كده حابب اقولك انت ما تنساش تشترك في القناه، عشان احنا لسه ده اول فيديو لينا في القناه، فاتمنى ان هو يجيب مشاهدات كويسه. فاعمل لايك للفيديو لو استفدت، لو ما استفدتش بتعملش براحتك. وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي كمان كومنت او اكتب لي ايه الموضوع اللي محتاج، اللي عايز اعمل عليه فيديو الفيديو الجاي. وبس كده، شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.